إلى تونس وتحديدا إلى الجنوب الشرقي، وأمام ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة العيش تحت الخيام ومع اقتراب شهر رمضان المعظم، رخصت وزارة التربية لجمعية التعاون الخيري بمدنين رخصت لها باستغلال فضاء مؤسستين تربويتين اثنتين بيرمادا لإيواء اللاجئين الليبيين الذين كانوا يسكنون المخيم الذي أنشئ في الجهة. نقص المواد التموينية ورداءة الأكلات الغذائية وتدهور خدمات الصرف الصحي وغيرها هي تفاصيل معاناة حقيقية يعيشها اللاجئون بمخيم رمادة، معاناة جعلت العديد منهم يغادر المخيم بحثا عن ملجأ تاركا وراءه حياة لا تطاق تحت الخيام، وخاصة لكبار السن. الناس اللي مريضة بالسكر والضغط وغيرها كذا يلقاها، والصغار اللي أعمارهم من سنة وسنة ونص وسنتين وغيرها كذا، هذا تلقاه يتملل من يمين شمال، يعني عملية فعلا درجة الحرارة مرتفعة لا تطاق داخل المخيم. قلت لنا هذا الجبلي واحنا عندنا الضغط وعندنا السكر وكل هذا ملتمون فيه. حرارة في الخيمة حتى تجي وقت ما تاكل غداء ولا حاجة رق يصبهم، معناها حتى تاخذ فمين ثلاثة وتموت. وتحسبا للأسوأ مع اقتراب شهر رمضان المعظم، تمكنت جمعية التعاون الخيرية من الحصول على ترخيص من وزارة التربية لإيواء اللاجئين بمعهد رمادة والمدرسة الإعدادية أم سويغ في محاولة لتخفيف هذه المعاناة خلال شهر رمضان الكريم. أول حاجة وفرنا لهم المعهد هو بترخيص اللي هو مش سهل. ثاني حاجة نظفنا وهيئنا المعهد باش الأقسام تكون مقسمة وينجم تحوي أكبر عدد ممكن من العائلات. ثالث حاجة وفرنا لهم مطعم اللي هو خاص، كل عائلة إن شاء الله بإذن الله تكون تطبخ على كيفها وتطيب على كيفها، وإن شاء الله نطلبوا المعونة من كل إخواننا في تونس. هذه بقايا من غادر المخيم ولم يصبر على وضع يزداد سوءا مع الأيام، في انتظار أن يجدوا حلا لمن بقي هنا بالمخيم. أخميس بوبطان، التلفزة الوطنية التونسية، مخيم